تعالي بقى النهارده نعمل محشي وكوارع، وعندنا بقى مكون سري هيخلي الكوارع بتاعتك دي لو ما بتستويش معاكي هتستوي في خلال نص ساعه. تعالوا بينا بقى نعمل صلصه المحشي. شويه زيت كده على النار، ومعانا بقى زي ما بقول لكم كده عندي عزومه. فالبصل ده بقى احنا هنعمل بس وصفتين في الفيديو ده. البصل ده نشوحه كده زي ما انتم شايفين، وننزل عليهم بقى بكيس طماطم كده كان متصلص عندي. شوف بس لون الصلصه معايا، واحنا كده ماشيين مع بعض خطوه خطوه. حط بقى الملح والفلفل الاسود والكزبره والكمون، واسيب بقى ايه الصلصه دي بتاعتي كده تتسبك. حسيت انها هتبقى خفيفه الطماطم، هروح جايبه كمان كيس صلصه وحطاه، واسيبهم بقى كده يتسبكوا مع نفسهم. وتعالوا اقول لكم هنعمل ايه. النهارده جايبه كده حوالي على نص كيلو من الورق العنب زي ما انتم شايفين. هقعد بقى اقطفهم، وجايبه فلفل وشويه خضره واقطعهم، ونعمل حله المحشي اللي انتم شايفينها دي. تعالوا بينا بقى نعمل ايه الكوارع. الكوارع زي ما انتم شايفين زي ما هي جايه كده، انها باينه قدامكم انها متنضفه. لا انا كمان هنضفها. عايزه اقول لكم على محلول النقع اللي احنا عاملينه في رمضان، اللي هو من الليمون. عايزه اقول لكم تحفه تحفه. نضف معايا الكوارع وسوى معايا الكوارع، بس مش هو ده برضو السر اللي احنا ايه خلى الكوارع معانا تستوي بسرعه. وتحكي كده بالحته السمره دي كده. بصوا عايزه اقول لكم بتطلع ايه، شايفين انتوا ايه في الطبق؟ بتطلع حاجات كده سمره. ده شعر صغير كده من الكوارع. نضفيها وتحت الميه بقى واغسليها بالدقيق والليمون. تعالوا اوريكم بقى ازازه محلول النقع اللي احنا عاملينه. قلت لكم ان انا هستغله طول شهر رمضان، واحنا داخلين اهو على العيد. خلصناه بقى في تنظيف الطيور. بصل وفلفل اسود زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وحبهان. واروح بقى سايباهم يغلوا مع بعض. عندك لورا حطيها، وانزل بالكوارع بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تعالوا بقى اقول لكم على السر اللي انا بشيله في الفريزر عشان اسوي بيه فراخ عتاقي واسوي بيه كوارع. ما بتاخدش مني اي وقت. 7 نوايا من بتاعه البلح. حطيهم في قلب الشوربه بتاعتك، هتسكر الشوربه. والله عايزه اقول لكم ما خدتش نص ساعه. عايزه اقول لكم اتهمكت معايا بالشكل ده كده. بصوا بقى يا حبايبي كده. حابه بقى تقطعي الكوارع بتاعتك وتعمليها بالصلصه، قطعيها. بس انا كانت عشان عزومه كنت عايزاها قطع كده كبيره. وتعالوا بينا اقول لكم هنعملها ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، انا خدتها كده في طاجن زي ما انتم شايفين، ويلا بينا نعمل لها الصلصه بتاعتها. هروح جايبه كده معلقه سمنه كبيره كده، معلقه سمنه بلدي، واروح جايبه عليهم ايه معلقه كده صغيره من الثوم المهروس، وايه واقلبهم مع بعض كده لغايه ما ياخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. حابين تخلوا الكوارع وتحطوها في طاجن مع الورق العنب ودخلوها الفرن، دخلوها. خدت معايا اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. اطفيها بقى بشويه خل كده حلوين، ومجهزه لها كده شويه صلصه. واروح بقى نازله بالصلصه والملح والفلفل الاسود، ومظبطه بقى الصلصه بتاعتي بالشكل ده كده. واروح بقى واخده الصلصه دي وحطها فوق الكوارع ومدخلاها بقى الفرن. بس تعالي بقى عايزه اوريكم بس السوا بتاعها تاني. بصوا عامله ازاي، دايبه ازاي. يلا بينا بقى نفضي بقى الصلصه بتاعتنا وندخلها الفرن، وهتطلع معانا بالشكل ده. وكده بقول لكم ما تنسوش تيتا لايك ومتابعه عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.